السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ويوم جديد من نجم الملاعب مع احمد فواز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا الاخبار وعندنا الكواليس واخر المستجدات اللي بتدور داخل نادي الزمالك الملكي. ولكن في البدايه، لو مش مشترك في القناه اكيد هيسعدنا انضمامك واشتراكك لينا. صل على رسول الله، واللايك والشير مهمين جدا جدا بالنسبه لنا، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك يا رجاله، قدها وقدود باذن الله. ويلا نبدا اول الاخبار واول الكواليس على طول بتدريبات نادي الزمالك. نادي الزمالك هيختتم تدريباته النهارده استعدادا لموقعة المقاولون العرب، المباراه اللي هتكون بكره باذن الله في كاس مصر. مباراه مهمه، مباراه قويه. خوان كارلوس سوري المدير الفني، الراجل يعني خلاص استقر على التشكيله اللي يلعب بيها. عنده مشكله وحيده فقط، وهي الجناح الشمال لنادي الزمالك اللي مكان مصطفى شلبي بعد تعرض اللاعب لاصابه في القدم، وهيغيب عن نادي الزمالك لمده 5 اسابيع. فاوسوريو قدامه 3 اختيارات مين يكون موجود بديل لمصطفى شلبي. الاختيار الاول وهو السيد نيمار اللي هو بيلعب في مكان مصطفى شلبي ونزله اكتر مباراه في الحته دي. الخيار الثاني هو ابراهيم نضاي، وده المركز الاساسي بتاع ابراهيم نضاي، الجناح الشمال، او يكون موجود فيه احمد سيد زيزو. ده اختيار مطروح بالنسبه للكولومبي خوان كارلوس اوسوريو ان هو يكون موجود، يعني او حل من الثلاث حلول موجود بالنسبه لنادي الزمالك. ناصر منسي ودونجا محمود والاخ عمرو السيسي، الثلاثه جاهزين باذن الله لهذه المباراه. اروح بيك يا صديقي الغالي لقصه امبارح احمد عاطف. الهدف اللي سجله امبارح هدف صحيح بنسبة 100% اللي سجله في النادي الأهلي، والكابتن جهاد جريشة مع الكابتن هاني حتحوت تقدر تروح تسمع وتشوف. أكد إن هدف أحمد عاطف هدف صحيح بنسبة 100% ما فيهوش شك، وإن الناس اللي قاعدة في الفار بتحط الخطوط غلط، وإن الهدف ما فيهوش أي شك إن هدف سليم وهدف صحيح بنسبة 100%. صباح الفل. طيب، كمان يا صديقي الغالي برضه عايز اروح بيك لمحمد عبد الغني. الحق يا جدع، محمد عبد الغني ما راحش تدريبات الزمالك. الحق يا عم الحاج عبد الغني، اتخانق مع مش عارف مع مين وضرب مين وما رضوش يروح التدريبات، وعملوا لك مسرحيه وفيلم من لا شيء عن الاساس. مبدئيا الراجل بالفعل ما راحش التدريبات، انا ماشي معاك اهو بما يرضي الله. بالفعل الراجل ما راحش تدريبات الزمالك، ومجلس الاداره كان طالبه للتحقيق، واللاعب امتثل للتحقيق وراح التحقيق بتاع نادي الزمالك، ويعني تم انتهاء الجلسه والموضوع انتهى والموضوع خلص، والراجل هيكون موجود في تدريبات نادي الزمالك النهارده بدون اي مشاكل. يعني الراجل كان في ازمه ما بينه وبين مجلس الاداره والموضوع انتهى. مجلس الاداره طلبوا للتحقيق واللاعب راح. الهبيده ولاد الهبيده قال لك اللاعب رفض انه يروح التحقيق، واللاعب ما رضيش يروح التدريبات وقفل تليفوناته، وعملوا لك فيلم من وحي الخيال. ده المفروض الناس دي تشتغل مخرجين. موضوع عبد الغني انتهى واتقفل، واللاعب هيكون موجود في تدريبات نادي الزمالك النهارده، ومفيش اي مشاكل بالنسبه لنادي الزمالك واللاعب. كمان برضه يا صديقي الغالي، جماهير النادي الاهلي او سوشيال النادي الاهلي بيتحرك، يعني جزء من الامور في النادي الاهلي. طبعا صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه، امبارح في المدرجات وليله وحفله وشغلانه ومش عارف ايه. طب ما تقول لمجلس الاداره، انت بتوجه الرساله دي لمين؟ موجهينها لمجلس الاداره. طيب هل الاهلي هيجيب امام عاشور بعد اللي حصل من الجمهور ده؟ انسى امام عاشور في الاهلي، مع ان الاهلي بيتفاوض معاه ومع ان الاهلي بيتكلم معاه وعايز امام عاشور، ولكن اللاعب نفسه رافض يروح الاهلي، اللاعب نفسه عايز يروح الزمالك. فجماهير الاهلي لما عرفت ان اللاعب رفض الزمالك، ولما شاف الاستوريات بتاعت اخوه وزوجته ان هو مش عايز يروح الاهلي والكلام ده كله، ابتدوا بقى يقول لك ايه، صالح سليم مش ناسينه وامام عاشور مش عايزينه. طبعا افتكروا دلوقتي، يعني هم دلوقتي افتكروا. طيب، كمان يا صديقي الغالي برضه من ضمن الهبدات اللي موجوده والضرب في استقرار نادي الزمالك، قبل ما نخش في الاخبار المهمه في نادينا، قصه خناقه يا صديقي الغالي، خناقه احمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وابو الفتوح، واتخانقوا مع بعض ومش عارف ايه. يا صديقي الغالي، مبدئيا ان الموضوع في التدريبات بالامس كان في احتكاك خفيف ما بين اللاعب سيف الدين الجزيري واللاعب الصاعد اللي هو كان في الامارات وجه الزمالك قبل كده، اللاعب اللي اسمه السيد الغديري. فسيف الدين الجزيري ادى كوع للاعب السيد الغديري. الكلام اللي بقوله لك ده من التدريبات بتاعه الزمالك، مش من دماغي. الكلام اللي انا بقوله ده من تدريبات الزمالك.
فسيف الدين الجزيري من غير ما يقصد ادى كوع للسيد الغديري، فوش اللاعب جاله فيه تورم، وش اللاعب اتورم شويه، فاحمد ابو الفتوح اتكلم مع الجزيري قال له بالراحه وخلي بالك من زمايلك والكلام ده كله. فالجزيري قال له اكيد ان انا ما كنتش اقصد ان انا اذي اي حد او ان انا اعور اي حد. طيب سمعت اسم احمد السيد زيزو؟ لا. طب احمد السيد زيزو ايه اللي دخله في الليله؟ يعني ده هم شربوا الفتوح وحطوا احمد السيد زيزو في الخناق، انما لا زيزو اتخانق ولا عمل خناقه ولا اتكلم ولا اي حاجه. انما احنا بصوا الزمالك خلصان اصلا فنخلص عليه، نخلص عليه بالاشاعات وضرب الاستقرار. انما ده القصه اللي بقول لك هي اللي حصلت في نادي الزمالك. كمان برضه يا صديقي الغالي عايز اروح بيك لحاجة مهمة جدا جدا، وهي المدافع. أوسوريو أهم حاجة بالنسبة للصفقات بتاعته واللي بيلح عليها كل 3 دقايق، وهي المدافع اللي بيلعب برجله الشمال والمهاجم رقم 9. المهاجم رقم 9 أوسوريو اتعرض عليه رفيق كابو قال لك لا أنا مش محتاجه، عايز حد كواليتي أعلى. اتعرض عليه أحمد عاطف قبل كده رفضه. اتعرض عليه أوستن أوموتو مابولولو رفض. كل المهاجمين بتوع الدوري المصري كلهم طالب مهاجم يكون قوي. اتعرض عليه فيستون كالارا معجب بيه وقال لاعب كويس ولاعب جيد. لو ما عرفناش نجيب لاعب اعلى وكواليتي اعلى يبقى خلاص نخلص في فيستون كالارا. وبالفعل المسؤولين في الزمالك وعلى حسب الصحافه التنزانيه اللي اكدت ان في مفاوضات مع فيستون كالارا لاعب يانج افريكانز التنزاني. اللاعب كان طلع وصرح قبل كده في تصريح قال لك شرف كبير لي ان انضم لاكبر فرق افريقيا اللي هو نادي الزمالك، وفي انتظار ان المسؤولين في الزمالك يحسموا صفقه فيستون كالارا. اللاعب مش غالي قوي، مش زي موليكا ولا الاخ عمر السومه. يعني لاعب الزمالك لو هيخلصه ب 600 700 الف دولار باذن الله. ده بالنسبه للمهاجم. اما المدافع زي ما قلت لك الزمالك معروض عليه، يعني او الزمالك استقر على عوده احمد ايمن منصور، ومعروض من احد وكلاء اللاعبين اللاعب احمد العش. اللاعب احمد العش لاعب غزل المحله، وانا شايف ان اللاعب ده احمد العش يا جماعه لاعب قوي، لاعب بيلعب برجله الشمال، لاعب مميز جدا جدا، وشفناه في مباراه الزمالك كان عامل الفارق الكبير مع نادي غزل المحله امام نادي الزمالك. كمان برضه يا صديقي الغالي عايز اروح بيك لأحد الكشافة التابعين لأحد الأندية الفرنسية بيتابع ويراقب اللاعب إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز مع منتخب مصر الأولمبي. الراجل يعني ابتدى يظهر في أحد الكشافة قاعدين بيتابعوا الراجل بالنسبة لإبراهيم عادل، فربنا يوفقه بإذن الله. هقول لك الخبر ده يا صديقي الغالي، قنوات الكأس القطرية تؤكد إدارة نادي الاتحاد السعودي تؤجل رحيل المحترف المصري طارق حامد لحين تجربة مشاركته بجوار الفرنسي كانتي في مباريات كأس الملك سلمان رغم طلب المدرب البرتغالي سانتو رحيله. ده كلام مين او التويته اللي عملها قنوات الكأس القطرية على الصفحة الرسمية بتاعتها، وده اللي احنا قلناه. الحمد لله. ارجع للفيديوهات وشوف. قلت لك طارق حامد المسؤولين في اتحاد جده قالوا له تعالى واللاعب انضم للتدريبات، وقلت لك هينضم للتدريبات علشان يشوفوا تجربه طارق حامد جنب كانت، هل اللاعب او هيكون في انسجام ما بينهم، هيكون في تفاهم، هيكون في تقل نص الملعب، وبعدها هيتم التحديد بالنسبه للموقف النهائي بالنسبه للاعب طارق حامد. طيب لو المسؤولين في اتحاد جده السعودي قالوا له يا ابني انت احنا مش محتاجينك، هيبقى قريب جدا جدا من نادي الزمالك. لو هو قالوا له احنا محتاجينك خلاص يبقى الموضوع اتقفل بالنسبه للمسؤولين في نادي الزمالك. ده بالنسبه لطارق حامد. كمان يا صديقي الغالي في كلام مش مؤكد وانا مش متاكد منه طالع من اداره الزمالك، ان المسؤولين في الزمالك بيهددوا بالانسحاب والاعتذار عن مباراه القمه في حاله ايقاف عماد نبيل دونجا ال4 مباريات وال50,000 والكلام ده كله. عندنا معلومه مؤكده ان نادي الزمالك النهارده هيقدم استئناف على العقوبه، وهيقول لك انتوا احنا مستنيين قرار من المحكمه عن شرعيه اللجنه دي، القرار اللي كان الشكوى اللي كان رفعها النادي الاهلي. فالموضوع هيتم تاجيله، والعقوبه بتاعه عماد نبيل دونجا هيتم ايقافها. انا بقول لك انفراد اهو، هيتم ايقاف العقوبه ومفيش تنفيذ للعقوبه، وعماد نبيل دونجا هيلعب مباراه المقاولون اللي جايه بدون اي مشاكل انتظارا للشهر المقبل او للشهر المقبل لحين يعني الحكم من المحكمه هل اللجنه دي شرعيه او غير شرعيه. ساعتها بعد كده نبتدي نشوف الموقف بتاع عماد نبيل دونجا.
كمان الوقر القطري يا صديقي الغالي خلاص خلال ساعات هيعلن عن انضمام حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي السابق الى الوقر القطري في شكل نهائي وشكل رسمي. ده بالنسبه للوقر القطري. المقاولون العرب بيقول لك يعني ان عمر فايد لاعب المقاولين العرب المدافع صاحب ال 19 سنه جاله عرض من الاهلي، جاله عرض من الزمالك والكلام ده كله، احنا عايزين ايه نوديه اوروبا. انا تابعت اللاعب ده، لاعب جيد، ولكن حسام عبد المجيد افضل منه من وجهة نظري، مع احترامي للاعب عمر فايد. حسام عبد المجيد افضل من اللاعب كتير 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 كتير. واللاعب كمان لما كان مع منتخب مصر اللاعب عنده كوارث دفاعيه. فنادي الزمالك ما قدمش اي عروض رسميه للمقاولين، ولكن انت عارفين الانديه بتحب تسوق اللاعيبه بتاعتها بالنسبه للامور في نادي الزمالك. كمان برضه يا صديقي الغالي عايز اروح بيك للاخ يوسف البلايلي. يوسف البلايلي الراجل يعني في حيرة ان هو ينضم للزمالك ولا لا بسبب السوشيال ميديا اللي بيسمعها، الاعلام، المشاكل في امور ادارية. فاللاعب خايف ينضم للزمالك بسبب اللي بيسمعه، ولكن باذن الله الزمالك ما زال بيحاول في صفقة يوسف البلايلي، لان هو شايف ان في صعوبة بالنسبة لصفقة بن شرقي، فهو اقرب بديل او حد يكون قوي زي بن شرقي يمكن يكون افضل هو اللاعب يوسف البلايلي. فيوسف البلايلي يا صديقي الغالي يعني قريب جدا جدا ان هو يكون موجود في نادي الزمالك، والمفاوضات حاليا جاريه، خصوصا ان المدير الفني جمال بالماضي نصحه ان هو يروح نادي جماهيري، نادي شعبي يلعب فيه ويتالق ويجيب مستواه. فباذن الله نتمنى ان الصفقه دي تخلص لصالح نادي الزمالك واللاعب يعني او بعض المقربين من اللاعب. انا اتاكدوا ان اشرف بن شرقي اللاعب المغربي راح الزمالك وتالق، فرجاني السيسي راح الزمالك وتالق، واكتر من لاعب كان موجود في نادي الزمالك وتالق. فاللاعب باذن الله خلال الايام القليله المقبله هيحسم مصيره بشكل رسمي. اتمنى ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. وبكده تكون خلصت اخبارنا وخلصت كواليسنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.